أهمها مصاص الدماء والضفدع الزجاجي، 10 حيوانات بحرية تعيش تحت الماء ولكننا لا نعرف عنها شيء، سنتعرف عليها في هذا الفيديو. الحبار مصاص الدماء نوع من الرخويات الصغيرة بيعيش في المحيطات المعتدلة والاستوائية. اسمه بيوصف شكله العام بداية من لونه الأسود حتى يصل إلى العيون الحمراء وفكيه القويان. يتغذى على الحيوانات اللافقارية ولديه أجهزة ضوئية غامضة بيستخدمها لتشتيت الحيوانات المفترسة. ضفدع الزجاج حيوان برمائي موطنه أمريكا الجنوبية والوسطى. ظهره يتميز باللون الأخضر المضيء وبعضها جلده شفاف في منطقة البطن، وده خلى الأعضاء الداخلية للضفدع مرئية، ممكن تشوفها زي القلب والكبد والمعدة والأمعاء. السمكة الصيادة دي من أغرب المخلوقات البحرية، فالسمكة دي نتجت عن طفرة جينية حدثت بسبب المواد الكيميائية وعوامل التلوث. في منها أكثر من 200 نوع سمكة صيادة. بتعيش السمكة الصيادة في أعماق المحيط الأطلسي والقطب الجنوبي لمسافة تصل إلى ميل تحت سطح البحر، طولها حوالي 3.3 قدم أي حوالي متر واحد. دودة شجرة عيد الميلاد. الدودة دي على الرغم من غرابتها وشكلها المخيف إلا إنها لطيفة للغاية. تعيش في المناطق المدارية في العالم مع الشعاب المرجانية، وتعيش في الأماكن الضحلة أي الأقل من 100 قدم أي ما يقل عن 30 متر. تنين البحر المورق موجود في استراليا، طوله 35 سنتيمتر، أطرافه شبيهة بأوراق الشجر، يستخدمها في التخفي من الحيوانات المفترسة كأنه من الشعاب المرجانية، وهو نوع من أنواع حصان البحر يتغذى على القشريات والعوالق. أخطبوط دامبو من سلالة الأخطبوط، يعيش في أعماق البحار أكثر من أي أخطبوط آخر، فهو يعيش في أعماق بعيدة وساحقة من المياه، فهو يسبح في قاع المحيط بعمق من 3000 ل 4000 متر. عمره المتوقع في الحياة من 3 ل 5 سنوات. السمكة الفقاعة أقبح حيوانات البحر في العالم، وده علشان شكلها يشبه رجل غاضب أصلع الرأس، وقوامها عبارة عن هلام رغوي. ليس لديها أي عضلات في جسدها، ولكنها لديها مثانة السباحة واللي بيساعدها على العوم والسباحة دون إهدار طاقة. الأطوم نوع من خراف البحر يبدو مبتسما على السمكة الفقاعة، وهو النوع الوحيد المتبقي من عائلة الأطومات البحرية. تنين البحر الأزرق يعيش على سطح البحر ويأكل اللاسعات زي قنديل البحر، وعلشان كده بيعتبر من الحيوانات السامة. بيتراوح طوله من 3 إلى 5 سنتيمتر. خلد الماء خليط عجيب من الكائنات، فهو حيوان ثدي ولكنه يبيض، يشبه الفصيلة بطية المنقار، يعيش على اليابس وآخر في الماء. موطنه استراليا، طولها بيزيد عن 6 أمتار. تتغذى على الديدان وصغار السمك التي تصطادها في قاع الجداول والبحيرات. ودي كانت حلقتنا في عالم المحيطات والبحار وأغرب الأشياء اللي ممكن تشوفها والحيوانات البحرية. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم بشوي أفلامين عكس التيار.